ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. وحشتوني جدا، وحشني، وعاوز ان انا اعمل لكم فيديوهات. كل حد بيتابعني او بيتفرج عليا انت على راسي من فوق، وانا بحبكم كلكم. انا مش قادر ان انا اصور اي حاجه بسبب ان انا بجد نفسيتي كانت متدمره ضمن احداث فلسطين واللي كان بيحصل. اشوف الدنيا ماشيه ازاي واعرف اخواتنا وصلوا لايه وايه اللي حصل، المشاكل والضرب اللي كان بيبقى عليهم بزياده، والاطفال اللي راحوا، كل اللي حصل ما كانش معدي عليا بالساهل. في الطبيعي ما بحبش اتكلم عن حاجه خارجه المحتوى بتاعي. انا بحب الفن من زمان، ده مجالي يعني، انا بعشق الفن، كلكم عارفين كده. وانا دايما ما بحبش اخرج بره سياق المحتوى اللي انا بقدمه. دي حاجه مالهاش علاقه بالمحتوى، دي حاجه ليها علاقه بيكوا وبيا وبينا كلنا. وفلسطين اخواتنا وهم حبايبنا وهم اهلنا واحنا اهلهم، فكلنا أمة واحدة، وكلنا المفروض إن إحنا إيد واحدة مع بعض على أي حاجة. بوجه كل تحياتي لأهل فلسطين ولأي حد بيتفرج عليا أو أي حد من غزة أو أهل فلسطين، كلكم على راسي من فوق. وبرضه فلسطين حرة ودي قضيتنا كلنا، وإن شاء الله ربنا ينصرنا على اللي ما يتسموش دول. الموضوع ما كانش سهل وما كانش بسيط لدرجة إن أنا ممكن أطلع أعمل فيديو أو إن أنا أطلع في وقت زي ده. أنا النهاردة قلت أطلع أتكلم معاكم وأقول لكم رأيي في أغنية رامي جمال الجديدة. أغنية جيت متأخر، هي كانت متأجلة لفترة كبيرة برضه بسبب الأحداث اللي كانت بتحصل، وربنا يا رب يصبر اهلنا واخواتنا في غزه. كنت متردد ان انا اعمل عليها فيديو بصراحه بسبب اللي انا شفته، بسبب اللي حصل. ما كانش عندي اي استعداد حتى لو 1% ان انا اتكلم على اي حاجه. لسه نازله كده بقى حبه حلوين، هطلع اقول لكم رايي عليها. يلا بينا. اغنيه جيت متاخر رامي جمال. الاغنيه من كلمات محمد مصطفى ومن الحان محمود انور ومن توزيع محمد ياسر. كانت نازله في وقتها جدا، هي اغنيه دراما. اكتر الحاجات اللي ممكن كانت شداني جدا في الاغنيه هي التوزيع، رقم واحد في الاغنيه يعني. كان توزيع حلو جدا وكان رايق بصراحه على الاغنيه. شايف كمان ان كان محمد ياسر عامل عليها شغل متعوب بجد، في حاجه جديده، مش مجرد مزيكا او عادي سمعتها قبل كده، لا بالعكس، كان معمول بطريقه كويسه جدا، بطريقه مبتكره من محمد ياسر. اقول له شابوه على التوزيع الجامد اللي عمله الرامي في الاغنيه. بالنسبه لي رامي جمال هو مكسب لاي اغنيه ممكن تنزل. هو صوت قوي، بيعمل اغاني بتبقى مختلفه. رامي جمال عارف دايما هو عايز يعمل ايه، ينزل اغنيه في وقت مثلا الشتاء اللي احنا فيه ده فينزل اغنيه دراما. رامي بقاله فتره مركز جدا في الاغاني، يعني مش بينزل البوم زي ما كان بيعمل قبل كده من كام سنه. لو تفتكروا كان بينزل البوم ويرمي الاغاني كلها مع بعض. فكره الالبوم الكامل دي دلوقتي في 2023 بقت مش احسن حاجه. كل فتره اغنيه ويجمع كل ده في البوم مره واحده كده، الالبوم هيتسمع كله، وفي نفس الوقت كمان اغاني هتنتشر بشكل اكبر. لكن الالبوم كله بينزل مره واحده، فيه اغاني ممكن تقع، فيه اغنيه ممكن تظلم الثانيه، فدي فكره حلوه جدا. رامي جمال لو عامل مبدا ان هو ينزل كل فتره اغنيه وفي الاخر يبقى البوم كامل، بجد انا هحييه على حاجه زي دي. الحاجات الكويسه جدا لرامي جمال ان كده الالبوم كله موجود في الشارع وكل الناس بتسمعه. شايف ان اكتر اغنيه عامله صدى كبير جدا مع رامي جمال هي اغنيه لحظه بعادك. الاغنيه دي من اقوى الاغاني الدراما اللي ممكن نكون سمعتها لرامي جمال في اخر كام سنه. توزيعها كان تقيل جدا طبعا، ده غير الكلمات، ده غير احساس رامي جمال في الاغنيه، طبعا ده حاجه تانية. الفتره دي على فكره بتتسمع واسمعها كتير جدا في الشارع. اغنيه جيت متاخر انا شايف ان هي اللي قوي جدا فيها توزيع الاغنيه. محمد ياسر هو كان الليدر بتاع الاغنيه دي، شايف ان هو كان قائد، يعني هو عامل توزيع قوي جدا يفرد عضلاته، متين بكل المقاييس. بالنسبه لي الاغنيه ككلمات شايف ان هي كانت ممكن تطلع اقوى من كده شويه. كلماتها مش وحشه، عشان طبعا في ناس بتفهم غلط، ما بقولش ان الكلمات وحشه، كلمات هي ممكن تطلع احسن. شايف ان الموضوع كان ممكن يبقى فيه كوبليه زياده، ليه ما يبقاش كوبليه تاني، ليه ما يبقاش في حته هنا اقوى شويه. التوزيع هو نمبر 1 على طول، يليه نمبر 2 اللحن، عنصر المهم جدا في الاغنيه بالنسبه لي. شايف بجد ان محمود انور ابدع جدا في اللحن اللي قدمه رامي جمال في الاغنيه. شايف ان هو اقول له شابوه كبير جدا بعد التوزيع. الكلمات كانت عاوزه تطلع احسن من كده. محمد مصطفى شاعر جامد وانا بحب شغله، مش معنى ان انا بحب شغله ومش معنى ان انا بشكر في الراجل ده ان هو راجل كويس معنى كده ان انا اقول ان كل حاجه جميله. شغل التطبيل ده انتوا عارفين انا ماليش فيه. دايما بحب اتكلم بكل صراحه، ودايما بتكلم معاكم على اللي انا شايفه وعلى اللي انا حاسه وانا بسمع الاغنيه. ان انا لما بسمع الاغنيه زي ما انتوا عارفين لازم اقيمها بالتوزيع وبالكلمات وباللحن، يعني كل مره بيكون طريقه السمع بتاعتي مختلفه، لازم اركز كويس جدا وبالتفصيل في كل مره بسمع فيها الاغنيه بشكل عن التاني. فالمزيكا بتاعتها هي اللي كانت خطفاني جدا طبعا، مع اللحن مع صوت رامي، فالاغنيه كانت تيم كان قوي مع بعض. الكلمات كانت ممكن تطلع اقوى من كده بكتير. محمد مصطفى شاعر كبير وعنده
رصيد كبير، شايف ان هو يشتغل على نفسه اكتر، ان هو يعمل كوبليه تاني كلام يكون فيه شغل قوي كمان. شايف ان هي هتنجح الفتره اللي جايه وهتعمل شغل كويس. ممكن يا مؤمن ترجع تسمعها تاني ولا لا بعد كده؟ هرجع اسمعها تاني. شايف ان هي من الاغاني مختلفه من حيث كمان توزيعها، يعني انت بتسمع اغنيه دراما بس التوزيع بتاعها مختلف باقي الاغاني اللي انا بسمعها اخر فتره مثلا، وخصوصا الاغاني الدراما يركزوا كده التوزيع هو برضو اللي بيديها الروح. يعني لو الاغنيه دراما التوزيع بتاعها اي كلام، الميوزك مش خلاص، هتحس ان عادي. اغلب الاغاني الدراما هتلاقوها كده. اغنيه بعد مؤقت بتاع تامر حسني مثلا، اغنيه جامده جدا، بس كانت من ضمن العناصر المهمه كانت التوزيع. اغنيه لحظه بعادك لسه بتكلم عليها من شويه معاكم، لحظه بعادك من ضمن العناصر اللي كانت قويه جدا هي التوزيع. طبعا ده غير صوت رامي، وغير طبعا التيم اللي كان جامد جدا عملوا اغنيه زي دي. التوزيع بيفرق برضه لما يعني يكون التوزيع في مزيكا حزيني، في جيتار داخل في النص، لازم يكون في حته كده قافله في الاغنيه تبقى كويسه. فبالنسبه لي انا شايف ان الاغنيه اقدر ان اديها تقييم 7/10. شايف ان هي كلماتها كانت كويسه، توزيعها كان قوي جدا، اللحن كان مناسب جدا جدا مع التوزيع والكلمات اللي اتعملت عليها. كرايي فيها بشكل عام انا عايز اعرف رايكم في الكومنتات، قولوا لي تحت رايكم في الاغنيه، كانت عاجباكم وما كانتش قد كده؟ وقولوا لي دي العوده القويه لرامي جمال بعد فتره كبيره من اخر اغنيه ونزلها. انا بشكر كل حد اتفرج عليا وسال عليا الفتره اللي فاتت. هحاول انا الفتره اللي جايه اعمل لكم فيديوهات كتير واعوض لكم الفتره اللي انا كنت غايب فيها. لا انا غبت كتير، يعني ممكن اتكلم مثلا في 45 يوم. انا كنت في الطبيعي عمري ما كنت اقدر اغيب عليكم الفتره دي كلها. فلسطين حره وستظل حره، وهناخد حقنا بزياده كمان، وهم مش هيبقوا موجودين اصلا على الخريطه، هيبقوا ممسوحين من عليها، وربنا هينصرنا عليهم. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت استجديد وشوف اشتركوا وفعل زر الجرس، اعملوا لايك عشان كده محتوى قدام اكتر واكتر، وشارك كل مكان لكل اصحابكم. ما تنسوش. مش حاسس برضو؟ مش انت الحاج اسماعيل اللي انا عارفه؟ طب عليا الطلاق. هو ده الحاج اسماعيل؟ ده حكيتك تجنن. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.